مرحباً بكم في فاس، هنا حيث بدأ كل شيء قبل 800 عام. المدينة القديمة هنا كل زاوية تحكي قصة. فعلاً تاريخ فاس عريق وغني بالتفاصيل. هل تساءلت يوماً كيف كانت تبدو مدينة فاس المغربية قبل مئات السنين؟ Fez. Its history is etched in every stone. Indeed, a city of 1,000 tales. تخيل شوارع ضيقة تعج بالحياة، وأسواق صاخبة، ومدارس علمية تزخر بالمعرفة. قبل 600 إلى 800 عام كانت فاس واحدة من أعظم المدن في العالم الإسلامي، مركزاً للعلم والتجارة والثقافة. بفضل الذكاء الاصطناعي يمكننا الآن إعادة تصور كيف كانت تبدو هذه المدينة العريقة في ذلك الوقت. كانت فاس مقسمة إلى قسمين رئيسيين: فاس البالي، المدينة القديمة التي أسسها الأمازيغ والأندلسيون، وفاس الجديد التي بناها المارينيون لاحقاً. كانت الشوارع ضيقة ومتعرجة، مصممة لتوفير الظل في الصيف والدفء في الشتاء. المنازل كانت مبنية من الطين والخشب، مع أسقف مسطحة وأحياناً مزينة بزخارف إسلامية دقيقة. الأسواق أو السوق كما يطلق عليها محلياً كانت قلب المدينة النابض، كل سوق متخصص في حرفة معينة مثل النحاس أو الجلود أو الفخار. سوق العطارين كان مليئاً بروائح التوابل القادمة من أفريقيا وآسيا، بينما سوق الحناء كان يقدم أصباغاً طبيعية تستخدم في الأعراس والمناسبات. المدارس الدينية أو المدارس العتيقة كانت من أبرز معالم فاس. مدرسة بو عنانية على سبيل المثال كانت مركزاً للتعليم، بفنائها الرائع وأروقتها المزخرفة بالفسيفساء والخشب المنقوش. المساجد الكبرى مثل مسجد القرويين لم تكن فقط أماكن للصلاة، بل أيضاً جامعات تدرس فيها العلوم الشرعية والطب والرياضيات. الحياة اليومية في فاس كانت تعج بالنشاط، الحرفيون يعملون في ورشهم، والتجار يتبادلون البضائع من جميع أنحاء العالم، والعلماء يناقشون أحدث الأفكار في زوايا المساجد. المياه كانت تتدفق عبر قنوات تحت الأرض، مما وفر للمدينة نظاماً متقدماً للتوزيع. الحدائق والبساتين كانت منتشرة حول الأسوار، توفر فواكه وخضروات طازجة للسكان. ما هو أكثر ما أثار إعجابك في وصف فاس القديمة؟ شارك رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك للمزيد من الحقائق التاريخية المذهلة. جميع الصور والنصوص وسيناريو هذا الفيديو تم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقد تظهر بعض الأخطاء في النطق أو في الصور، لكننا اخترنا أن نعرض لكم الصورة كما هي بدون تعديل، لنحافظ على الطابع الخام للتجربة.